الإسكندر الأكبر أحد أعظم القادة العسكريين في التاريخ، ولد في مقدونيا عام 356 قبل الميلاد. تركت وفاته غير المتوقعة عام 323 قبل الميلاد العديد من التساؤلات حول مصير جثته. بعد وفاته نقلت جثته إلى الإسكندرية، حيث أقيمت جنازة مهيبة. يعتقد أن قبره كان في الإسكندرية، على الرغم من عدم العثور على الموقع الدقيق أبداً. ذكر بعض المؤرخين مثل بليني الأكبر أن قبره كان في معبد في الإسكندرية، لكن لا يوجد دليل قاطع يدعم هذا. تزيد الأساطير المحيطة بمكان استراحة الإسكندر الأخير من الغموض. تتحدث إحدى هذه الأساطير عن أن روحه لا تزال حية، مما يجعل قبره نقطة محورية لاهتمام الباحثين. تشير أساطير أخرى إلى أن القبر يمتلك قوى خارقة للطبيعة، مع اعتقاد البعض أن الإسكندر سيعود للحكم مرة أخرى. سعى العديد من المستكشفين والمغامرين